في وسط زحمه الاهلي وبيراميدز النهارده في خبر ما قدرتش افوته كده، يعني اعديه. النهارده المنتخب المغربي الشقيق فاز ببطوله كأس الامم الافريقيه تحت 17 سنه لاول مره في تاريخه. هذا الجيل او هذه المرحله العمريه اول مره في تاريخ المغرب تفوز ببطوله افريقيا تحت 17 سنه. كسبوا مالي بضربات الترجيح 4-2 في نهائي البطوله النهارده. انا ليه جبت الخبر ده تحديدا وما حبيتش ان هو يضيع في وسط الزحمه؟ عشان يا جماعه النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع ارجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا، خدوا خطوات سريعه. رابع العالم منتخب اول، برونزيه الاولمبياد منتخب اولمبي، بطوله شمال افريقيا تحت 20 سنه، كاس افريقيا تحت 17 سنه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. احنا في البطوله دي طلعنا ثالث في مجموعتنا ويا دوبك لعبنا ملحق والحمد لله ربنا كرمنا وهنوصل كاس العالم. خلاص وصلنا كاس العالم، ما نافسناش خالص على البطوله. تاني احنا ساعات ربنا بيكرمنا وساعات بنكسب بطولات، واحنا مصر واحنا اعظم دوله في كره القدم في افريقيا، كل حاجه معاك والله مفيش خلاف، يعني ده التاريخ اللي بيقول مش انا اللي بجود. بس احنا اتاخرنا في خطوات، وواضح ان الناس دي بتشتغل بنظام. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات لما بنيجي بنكسب بجيل فلته. والله منتخب الناشئين ده شكله فلته، والله منتخب الشباب ده شكله فلته، والله احنا عندنا الجيل بتاع المنتخب الاول 2006 و2008 و10 ده فلت. لكن دول لا، من المنتخب الاول كسبان، منتخب اولمبي كسبان، منتخب شباب تحت 20 سنه كسبان، منتخب تحت 17 سنه كسبان، منتخب افريقيا للمحليين كمان نسيت، منتخب المغرب للمحليين كمان كسبان بطوله افريقيا. في كل حاجه كسبانين كل حاجه. والله ما هو تقليل مننا خالص. انا بقول لك بكل تواضع، الناس اللي بتدير كرة القدم في مصر، يا سيدي شوف النموذج، يا سيدي شوف النموذج وطور عليه كمان. بس ما تقعدش تقول انا كده كده صح، انا كده كده جامد، تاريخيا جامد. دلوقتي في ناس سبقاك، الحقهم وتفوق عليهم. لو قدرت تلحقهم بس خير وبركه، قدرت تتفوق عليهم يا سيدي. لكن ما تقعدش تقول لي انا جامد، مش قوي دلوقتي تاريخيا.